دازت 10 سنين على داك النهار اللي خرج فيه سلطان من دارهم وخلى الدم مكتوب في الحيط. بنتكم ديالي غادي نرجع. الناس نساو والدوار تبدل، ولكن راضية الأم عمرها ما نسات. كل ليلة جمعة كتشعل الحرمل وتقرا على بنتها نجاة اللي كبرات ولات شابة زوينة كتقرا في الثانوية في المدينة. نجاة ولات تحاول تنسى داك الماضي، ولكن منين كتكون بوحدها بحال كتسمع هماسات، بحال شي صوت كيعرفها مزيان وكيهضر معاها في بالها. كانوا مجموعين في الدار، ضحك، الشمع، كلام العائلة، حتى الباب الكبير تفتح بوحدو بحال شي حد نفخو من بعيد. راضية وقفات بلا شعور، شمات ريحة حارقة مخلطة بين الحرمل والدم والتراب الرطب. نجاة قالت: ماما شميتي بحال الريحة ديال شي حاجة مدفونة. راضية باردة بعيون كتحبس الدموع ردات: رجع. هو رجع يا نجاة. من داك الليلة كل شي تبدل. كل ليلة القطط كتجمع قدام باب نجاة كيغوتوا ويخمشوا الحيط. الشموع في الدار كيتفياو بلا سبب. هضرة غريبة كتقال وسط الليل. نجاة كتحس كأن شي حد كينفس على رقبتها وهي نايمة. وتزاد الأمر، كل مراية في الدار ولات كتشوف فيها وجه سلطان، ولكن داكشي ماشي هو. راه معاه شي حرمة مغطية بالحايك كطير من وراه، وعينيها كبار ومسودين بلا بياض بحال كتحفر في القلب. نجاة بدات كتفيق في الليل عرقانة كتسيح: خليني، ما نبغيش نمشي معاكم. وكانت كل مرة كتفيق كتلقى حوايجها مبلة وكأنها مشات الواد. نهار من الأيام اختها الصغيرة هناج لقات ورقة في الكوزينة مكتوبة بالدم: غادي نديها معايا، ديالي أنا. راضية مشات عند الشيخ دريس، فقيه معروف في المناطق الجبلية، وقيل عليه أنه واجه ملوك الجن. سمع القصة وسكت مدة، ومن بعد قال: هاد سلطان ماشي تعبان عادي، راه خادم ديال عهد قديم، والعهد ديالو كان مربوط بالدم، والبنت ديالكم هي الخاتم. وزاد: ولكن هاد المرة ما رجعش بوحدو، رجع مع عروستو مخلوقة من الظل، ما كتعيش إلا فوق الأرض في الليل، وبغاو ياخدوا بنتكم باش يتناسل الناس للظلمة. قال لهم شي تعليمات غريبة، عطاهم 3 المهام ضرورية. أولا، دفنوا دمية قديمة ديال نجاة في جنب قبر مجهول في الدوار. ثانيا، تحطوا دم ديك سوداء وسط حجر دائري في واد مهجور. وهاد شي كامل خاصو يكون في ليلة القمر الكامل، ونجاة لازم تحضر. جا الليل الكبير، وصلوا للوادي والهدوء كيحكم، غير صوت الصراصر والهواء البارد. نجاة كتقول: ماما حاسة بشي برد داخل جسمي، بحال شي حاجة كتسكن فيا. راضية بدات كتقرا، والشيخ إدريس واقف بيدو سبحة معمولة من خشب العرعار. فجأة الأرض فتحات، خرج سلطان من الظل طويل كيدبكى الحية، مع حرمة كتدور في الهواء، شعرها طاير وعينيها كيشعلو. قال بصوت غليظ: دازت 10 سنين والآن جينا نكملوا العهد، نجاة ديالي. لكن الشيخ إدريس بدا كيقرا، والصوت بدا كيهز الوادي. الحجر تشقق، والحرمة بدات كتصرخ، ودار الضوء في وسط الظلام. في النهاية سلطان بدا كيدوب، وعروستو تكسرات بحال الجاج. ولكن قبل ما يختفي قال: ربحتو، ولكن راجعين في ليلة ما كاين فيها لا ضوء لا دان. نجاة طاحت، ومن داك النهار ما بقاتش كتهضر. كل ليلة كترسم تعبان عنده 2 الريوس، وكتكتب سلطان في كل صفحة ديال الكراسة. راضية كتشوفها وكتقول في صوت مخنوق: هو ما مشاش، غير كيتخبى وكيحضر للي جاي. كاين عوالم مخفية وشي عهود كدار ما بين الإنس والجن، ما كيمحيها لا الزمان لا الدعاء، إلا الإيمان القوي. والمعركة الكبيرة مازال جاية.